اهلا بيكم في حلقة بروفايل على السريع. كانت بداية حسن حسني سينمائيا من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك اللي قدمه نور الشريف وسعاد حسني واخراج علي بدر خان عام 1975، ولفت الانظار كممثل قادر على اداء دور الشر في فيلم سوق الاتوبيس اللي اخرجه عاطف الطيب في عام 1982، واستعان بيه عاطف الطيب في عدد من افلام منها البريء والبدروم والهرب، ومع المخرج محمد خان في فيلم زوجة راجل مهم عام 1988. رغم من بدايته الذي جسد فيها أدوار الشر، وإلا أن حسن حسني اللي اتجه لأدوار الكوميديا مع بداية الألفية السادسة، حتى أن بقى تميمة الحظ لنجوم كتيرة شبه، وإنه شارك في 2002 مع محمد سعد في فيلم الليمبي الذي حقق وقتها الإيرادات الأعلى في السينما المصرية. ويعد محمد سعد أكثر الممثلين الشباب الذي شاركهم حسن حسني أعمالهم التي بلغت أعدادها 12 عاما، ويليه هاني رمزي برصيد 9 أعمال منها محامي كول عام 2002 وغبي منه فيه 2004 وآخرهم استي بوجعني 2018. وتوفى الفنان حسن حسني في فجر يوم السبت 30 مايو عام 2020 والموافق 7 شوال عام 1441. هي آثار أزمة قلبية مفاجئة.